يا رجاله عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم ادم ابراهيم وفيديو جديد. اول حاجه سوري على الباك جراوند، عن المكان، عن كل حاجه، معلش والله لسه راجع اسكندريه. وبصراحه ما حبيتش اتاخر عنكم في الفيديوهات لان في ناس كتير في الكومنتات كانت بتكلمنا عن الكيمياء الكيمياء الكيمياء. وبصراحه اللي مشجعني اتكلم عنها ان دي كانت اصعب ماده بالنسبه لي انا كادهم في ثانويه عامه. في منكم شايفها سهل، شايفها صعب، انا بالنسبه لي كانت صعبه قوي. ما اعرفش ليه، بس انا كنت شايف ان الماده دي اللي هجيب فيها 30 من 60. المهم حصل عكس متوقع وجبت 56 من 60. فبإذن الله أقول لك على اللي أنا كنت بعمله وأنت تطبقه صح، وبإذن الله تجيب 60 من 60 من 56 كمان. المهم، خلينا نبدأ الفيديو. أنا مقسمها لكم. أول حاجة نتكلم عن أنا كنت بعمل إيه، وهنتكلم عن أفضل كتب من وجهة نظري تحل منها لأنكم متلخبطين في الحتة دي، وهقول لكم على شوية نصايح للمعادلات والحاجات الرخمة اللي أنا كنت بعاني منها. فخلينا نبدأ، وبإذن الله في الفيديو ده ما تحتاجش أي حاجة تانية. أول السنة أنا كنت باخد الكيمياء في درس يعتبر شبه برايفت كده، احنا كنا 5 بس أو 4. تمام. فكان جنب البيت بربع ساعة، ده كان في بداية السنة. تمام. فكان ممكن يتشرح في الكشكول بتاعي، فلما كنت بخلص الدرس كنت بروح. فدلوقتي نعتبر الطريقة دي بتمشي على كأنك بتاخد في سنتر وكأنك عادي بتاخد اونلاين. وكده كده هقول لك انا بعد ما قعدت من الدرس اخدته اونلاين، بس خلينا نتكلم دلوقتي عن الجزء ده عشان يعني اقسمها لك حتة حتة. المهم، بعد ما كنت بروح كنت بحدد على الحاجات اللي المفروض احفظها والمفروض الحاجات اللي انا افهمها، وانا كده كده المفروض اكون فهمت جزء منها في الدرس. فابدا اذاكرها واحده واحده وارجع تاني شبه اعيد على الدرس بنفسي كده. تمام. المهم فهمت، ابدا احل. واقول لك انا كنت بحل من كتب ايه، بما اني ما كنتش باخد اونلاين، فما كانش في كتاب للمستر يعني، أنا كانت كلها كتب بتاعتي انا. تمام. بس لما نيجي لحته الكتب يعني، المهم استمريت كده افهم الدرس كويس جدا وبعدين ابدا احل عليه. والمعادلات اللي انا محتاج ان احفظها كنت بجيب شبه ورق صغير قوي كده، هو كان ملون يعني ايا كان انتوا بتسموه ايه. تمام. بس انا ما كانش اللي هو دلوقتي موجود ده، انا مش عارف انا كنت جايبه منين عموما انا كان كل شويه معادله اكتبها هنا واحطها في مكان عشان بس ارجع اعيدها واحفظها. انا كنت بحفظ بالطريقه دي، اللي هو كسلسله والوان وحاجات زي كده عشان افتكر، لان انا مش بعرف احفظ خالص ابدا. المهم، ده فضلت ماشي على ده لحد حرفيا ما شهر ممكن 2. بعدين بدأت اخد اونلاين. تمام. برضو كان نفس الحاجة، بسمع الشرح كويس جدا وبعدين أبدأ أحل بعد ما أكون ذاكرت الدرس لوحدي، مش مجرد بس ما أتفرج على المحاضرة بعدين أروح أحل، لأ كنت بذاكرها تاني. برضو استمريت على الوضع ده والدنيا ظبطت معايا وجبت 56 من 60. بس كان في كتب بقى بحل منها دايما، كان هما كتابين، وانا من وجهة نظري دول اقوى كتابين موجودين للكيمياء، هو كتاب الامتحان وكتاب مندليف. هما الاتنين دول بالنسبة لي كانوا توب. مندليف اسئلته تحسها رخمة، مع ان على فكرة الامتحان اشمل، الامتحان ده اسئلته بجد هو احسن كتاب فعلا في الكيمياء. لكن مندليف كان بيحسسني ان انا جاهل، كان كل ما اجي احل فيه ما اعرفش احل، فكان يخليني اتعقد فاروح اذاكر اكتر. ودي كانت حاجة في مصلحتي على فكرة. بس يعني الحمد لله رحت الامتحان. وانا كنت عامل حسابي على غلطة واحدة بس ما اعرفش ليه هم نقصوني كده. المهم يا شباب، انا مش عايزكم تاخدوا الامور انها صعبة وان هي مستحيلة وتفضل مصمم ان هو لا دي عقدة وكده. انا عارف ان يبان من كلام اللي انا واخد الامور سهلة، يا ما عدتش عليها سهلة عشان تعدي عليك انت كمان سهلة. بس انا بقول لك انك حاول تفهم كويس وتحل لوحدك كويس زي ما قلنا. وعلى فكرة بلاش تسمع الشرح مرة واتنين وتلاتة، مش ده اللي هيخليك فاهم تفهم الدرس كويس، هي كفاية مرة واحدة. بس حاول تذاكر لوحدك، انت مش تفهم من الشرح بس. يعني في منكم كتير بشوف الكومنتات يقول لي انا اتفرجت على المحاضرة بس مش فاهم، ويرجع تاني يتفرج عليها مرة واتنين وتلاتة واربعة. ما انت كده برضو اعتقد مش هتفهم. هو بجد مش هتحسن غير لما هتحل كتير. هتقول لي هحل ازاي وانا مش فاهم؟ طب ما انت ما جربتش تذاكر، انت معتقد انك هتحل اول ما تقفل المحاضرة. فلا، بصراحة لا، والكيمياء محتاجة حل ومحتاجة حفظ معادلات، بالذات الباب التاني. وفي معادلات كتير العضوية دي كانت عقدة بالنسبة لي. بس يعني كل حاجة بصراحة اتحسنت معايا بسبب اني
يعني كنت بتدرب على حاجه مره واثنين وثلاثه واربعه، وقلت كنت بعملها تحسها كسلسله كده. دي بتنفع طبعا في العضويه، لكن اقصد المعادلات وكده دي في الباب التاني. لكن المعادلات العضويه انا كنت بخليها كانها سلسله كده، وكانت بتنفع معايا والحمد لله يعني. انا بكلمك وانا دفعه 2022، يعني مش نظام قديم، يعني نظام جديد زيك. الكيمياء مش محتاجه انك تاخد عند مدرس واثنين وثلاثه واربعه، لان بجد الكيمياء بالذات فيها تشتيت فظيع زيها زي الفيزياء بالظبط. يعني بالذات الكيمياء دي كانت عقده بالنسبه لي يعني. فيا رب تستفادوا من اي حاجه انا قلتها، وانا مش والله مش ببخل عليكم باي معلومه، وده فعلا اللي انا عملته بالظبط، وده اللي انا قدرت اجيب بيه الدرجه دي. ايا كان انت بالنسبه لك شايفها كويسه او وحشه، فانا كان بالنسبه لي دي تحفه. انا كنت عامل حساب انا هجيب 20. ف ده فيديو سريع لحد باذن الله ما اعمل لكم فيديوهات كويسه تانية، لان زي ما انت شايف انا مش عارف انا مصور منين يعني، لحد ما احسن المكان بس على الاقل اظبطها سيكا يعني، او نرجع بقى القاهره في اي اوقات. المهم اشوفكم الفيديو الجاي، واي حاجه تطلبوها تحت مني في الكومنتات، وباذن الله الكيمياء لو ممكن نتكلم عليها مره واثنين وثلاثه. بس انا اتكلمت لكم في الحاجات والله اللي انا كنت بعملها بالظبط، اقسم بالله ما ببخل بمعلومه واحده. وباذن الله اتكلم لكم على الانجليزي عشان شفت ناس كتير طالباه في الكومنتات. وبس ربنا يوفقكم كلكم يا شباب، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.